مرحبا جايز، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. طبعا مستغربين المتابعين القدماء ليش انه شنو دراجه وشنو فلوج 15 دقيقه 10 دقائق. اللي ما يعرف، انا على الانستغرام حكيت قلت انه راح ابدا اصور دراجات، وهاي دراجات مميزه، دراجات غاليه، دراجات مزوده مثل هاي. فاليوم صارت فرصه وجبنا هاي الدراجه، هاي بوزة 2010 الجيل الثاني. طبعا لا حد يزعل جماعه السيارات، اشراك السيارات لا تزعلون، محضر لكم سلسله مال دراجات اسمها ريف بايك، والسلسله مال السيارات جابيكم بها الاف الاحصنه، انتم بس اصبروا. اسمها مودد كار، هم راح تعجبكم، الاف الاحصنه بانتظاركم هالايام. اوكي، شنو هاي الدراجه؟ سوزوكي هاي بوزة 2010. المهم يعني الجيل الثاني. الجيل الاول ايش وقت نزل ب 1999 وانتهى ب 2007. هذا الجيل الثاني نزل ب 2008 وانتهى بيا سنه، انتهى 2020 انتهى، ونزل وراها هسه الجيل الثالث. كجيل ثاني انه دراجه ستوك كانت تجي 195 حصان، ووزن ما يقارب ال 250 كيلو تقريبا. يعني دراجه ثقيله، من الفئه الثقيله، مو من الفئه هسه مثلا الجيكسر الالف، هاي الفئه السبورت الخفيفه. الجيكسر الالف تجي 200 كيلو تقريبا، واصغر من هاي بهواي، بس هاي كلش كبيره، بس انا 250. يعني تشوفها بالصدق حتكون عريضه كلش. فنبدا بالشكل الامامي مالتها. طبعا هي عليه تزويدات، اول شيء راح اشرح لكم على الستوك كستوك، بعدين احولها على التزويد. دراجه هاي المازدا مالتها مغلفه، هنا البريكات، هنا ديسك واحد ويا كاليبر، وهنا هم ديسك وهمين كاليبر، وهذني فتحات مال الهواء، من هاي يطب الهواء للشوكه، هناك فتحه ثانيه من هنا يطب الهواء للشوكه. مقطع جانبي ايش بيها من الجانب، بيها الكلتشات بريك الخلفي، هاي مال مسند الرجل، واكزوست هذا مزود مستوك بعدين احكي لكم عليه. وهنا تجي الماكينه. ماكينه شنو؟ ماكينه 4 سلندر انجكشن نوزل، يعني 1300 سي سي، تعتبر من اقوى المكاين للتزويد. يعني شلون تحكي بالسيارات اقوى سياره بالتزويد حاليا شنو هي؟ يعني تقريبا تقدر تقول تويوتا سوبرا الجيل الرابع ام كي 4، هاي تعتبر سوبرا بعالم الدراجات. حلو، هسه حكينا عن المحرك. هنا التانكي، وتصير جوا الشوته، السعه مال التانكي 24 لتر. اوكي، وهنا الكشن من جوا اكو بطاريه، وهاي الذيل مالتها. من ورا ايش بيها؟ من ورا بيها بريك واحد بستم واحد وديسك. من هاي الجهه عندك الجير والمسند مال الرجل، وهذا الزنجير. هذا السوينج ارم ستوك ما مطوله، طبعا لو مطوله تبين تقريبا وصل تاير لهنا، بس هاي ستوك ما مطوله. الدراجه هاي شنو سياقتها؟ مريحه مو مريحه؟ متعبه؟ تنفع ديلي يوز، الواحد يوميا يطلع بيها؟ ايه صح، هي ثقيله 250 كيلو، بس قعدتها مريحه كلش، مو مثل عندك السوبر بايكس القويه، البي ام الاس 1000، هوندا سي بي ار الالف. لا هذا النيتشه شويه يعني لازم تنحني على الهاندل بار وظهرك يطق، بس هاي لا، مريحه بس ثقيله بنفس الوقت. تنفع استخدام يوم، اي تنفع. خلاص عاد القعده مالتها كلش مريحه، السسبنشن مالتها يصعد وينزل، يعني مو يعني ما يأدي ما يكسر الظهر. الهاندل بار ما نازل كلش، مع العلم انه هاي مسوي لها تطويله بحيث يعني العفو تهبيطه، يعني منزلها، يعني المفروض الستيرن تغير مكانه، بس هو كستوك مريح كلش، ما تحتاج تمد ظهرك كلش وينفصم. بالنسبه للعدادات اللي هنا شيجي، هنا مال البنزين، هنا مال الار بي ام 13000 ار بي ام توصل. هنا ما اعرف ليش شغلات يعني اعدادات هاي الكترونيات، هاي السوالف. هنا العداد الفوق هذا الارقام بالميل، والجو بالكيلومتر. طبعا بالكيلومتر كاتب لك 280، والدراجه مو من 280 تعبرها اصلا، تعبر يمكن حتى ل 300، تعبر 310 يمكن توصل. احكي لكم على الستوك توصل 310، اي توصل. هاي 280 ما اعرف مال قوانين مال دول ما اعرف شنو، حتى تترخص يعني وما تصير مشاكل، بس هي كستوك تعبر 300. الجيتش مال الحراره، هذا هاندل بار، بريك امامي، كلتش
شنو بعد هورن لايتات هاي الحركات هنا السلف وبس. هاي الدراجة طبعا بيها كرسي خلفي بس مركب له 1 سيتر حتى ما حد يقعد لي ورا. الدراجة هاي مال دوسات هذا اللي مالته. ومثل ما شفتوا تعديلها الشكل الخارجي يعني كلش حلو، من لون، من استيكرات، من تغليف المازدات. من اشهر الهايبوزات بالعراق. انا الهايبوزات بالعراق شويه تقريبا 8 متر قد الجيل الثاني، وبيهن شويه معدلات مو كلهن معدلات. هاي معدله تنفس طبيعي مو تيربو، وهي يعني طالعه من اشهر الهايبوزات بالعراق. حتى صفحات اجنبيه ناشره عليها وصفحات عربيه، يعني حتى الخليج يعرفوها. زين هذا الشكل. ننتقل لكم تزويد القوة العالية. حلو شباب، هسه قبل شوية حكيت لكم على الستوك مالتها شنو بيها ما بيها. هسه راح احكي لكم على التعديل. مثل ما قلت لكم الدراجة مزودة، بس مزودة كالتنفس طبيعي. هسه تقول ليش مو تيربو؟ الولد مسوي مثل التحدي ويا نفسه، انه العالم كله يزود تيربو، لا انا زود تنفس طبيعي بس اريد اوصل فئة يعني اعلى شيء بالتنفس الطبيعي. وخوش شغل يعني ما شاء الله، من كل قطعة مركبها جايب من اعلى فئة، اكزوست اعلى فئة افضل شركة، الدامبر اعلى فئة وافضل شركة. حلو هسه بنبدي منين؟ من قدام قال لك هنا أنا مثل الشبكة شيلتها هسه ان شاء الله يطب الهواء من هاي الفتحة من هناك ويجي على الشوتة نبدلها. وتسكيرات مال كور همين خليلها بروكس. شنو بعد؟ ولان المراية تسوي دراج اكثر هذا شايلها وحاط بمكانها هاي الغلقة مال الفتحة، تسكيرة يسمونها من شركة بروكس، هاي كاربون اصلي. ليش شال المرايات؟ هاي السيارة الدراجة العفو مال السباقات، فيحتاج يعني كل قطرة اداء من عندها، فسوى شال المرايات حتى شنو؟ يقلل الدراج كوفيشنت اللي شرحته باخر حلقة عندي. يجي وراها اكزوست بروكس تيتانيوم. الهيدرز هذا عبارة تيتانيوم هيدرز، ويوصل للمفلر كاتم الصوت هذا كله بروكس. طبعا شوفون لونه متغير، هاي لانه مرات يعني يدوسون فهذا كله يصير احمر يجمر من الحرارة، فش يسوي؟ يتغير لونه. كلكم تعرفون هاي المعادلة. هنا تكون البريك الخلفي. الدراجة مبرمجة على فكرة، عليها برمجة. عندكم هاي بدلها سويت سعرها $70. تهبيطة منزل الدراجة من قدام ومن ورا، اثنيناتهم قدام الورا مهبطات. هاي التهبيط مالتها من شركة بروكس. عليه دامبر JPR. تعرفون انتم الدوسات مال الدراجات، يعني اقل دوسة الدراجة التاير الامامي مالتها يرفع فتعلق، فاذا نزل بدرجة معينة يعني اذا نزلت وهي علقت عدلة، اذا نزلت هيك التاير مالتها لايف راح يصير تانك سليبر او ديث وبل، لانه الستيرن يظل يضرب هنا وهنا حيل، فشغله مميته هاي. فحتى يحلونها يركبون هذا الدامبر. حلو. كماكينه شنو عليه تزويد الماكينه؟ مثل ما قلت لكم هيدرز وفول اكزوست تيتانيوم من شركه بروكس، فيت بم ونازلات وبلكات ومجاول. صار حكيت ويا الولد على الاكزوست، قلت له هذا الاكزوست بدلته حتى يصير سريان للغاز العادم اكثر. قال لي ايه، وبنفس الوقت حتى خفت وزن. يعني صار حكيت وياه يقول لي احنا البراغه هاي نوزنها بميزان مال ذهب، انه يقيسون كم غرام هذا البرغي حتى يطلعون مخففين وزن لو لا. قلت له هاي سالفه تعبانه ما توزن غرامات مال البراغه، ويجيك واحد بعدين يجيك واحد ما كنت تشري بيخرب هذا الشغل كله. قال لا احنا عيني دايتهم شنو يعني، حتى بنفسهم مزودين نفسهم الجماعه. طبعا الدراجه هنا يجي بيها كرسي بس شايله ومخلي 1 سيتر يسمونها، هاي بلاستيكه حتى ما حد يقعد لي ورا. انسيابيه انه الهواء هيك يجري راح يصير معامل سحب اقل، فمقاومه هواء لها اقل بسرعه اكثر. طبعا الجامه هاي ليش بدلها؟ هو مبدل جامه على فكره ما قلت لكم. الجامه الستوك تجي شويه بها دراج اكثر، يعني مقاومه للهواء اكثر. هاي احسن من الستوك. ليش؟ كتصميم لها احسن، انسيابيه للهواء افضل. بكرات فورتكس وزنجيل TR ما شو اسمه، هذا زنجيل تحمل 500 حصان تخيلوا، يعني بي بعد بي. تايرات سمسلك، هاي دوسه واحده وحرك هنا.
وبعد اكو كم تعديل نسيتهن مثل الكلتشات ومود كلتش والسبرنجاته. وعلى قوة الدراجة احتمال كلش كبير الكلتشات الستوك يحترقن بالدوسة. وبالامام موجودة ديسكات بريك كربون سيراميك. وعلى الرغم من هذا الولد يقول الدراجة صعب توقف، والباتري همين تبدل لانه المجاول والنوزلات والفيول بام تحتاج كهرباء قوية. واهم شيء انه الدراجة اشتغلوها بالعراق حصرا وعلى ايد راعيها، وهذا الشغل انشهر بصفحات وجروبات عربية وحتى اجنبية. الدراجة فوق ال 200 حصان، لان تعرفون على هاي التزويدات وهي 195 حصان ستوك. هاي التزويدات يعني بسهولة تعبر ال 200 210 اتوقع، اكثر يعني اكثر من 210 حصان. بس تقولون على هذا التعديل شنو التسارع اللي تسويه؟ طبعا الها فيديو مال التسارع، الولد ما يدوس بيها من الصفر يعني تعلق. هاي واحد لو تعلق لو تفرق بالشارع، او اثنين اللي يصير ممكن، فيدوسون من 100 واكثر، من 60 واكثر من الجير الثاني. فشفت لها دوسه يعني حرفيا ال 100 كان هنا ورا ثانيه صار هنا 280. ما شاء الله يعني كلش قويه. هسه يا جماعه السيارات اللي ما يعرفون بالدراجات شو اقول لكم، هاي الدراجه وهي ستوك تسبق اي سياره 1000 حصان، اوكي، تسبق هالكات 1000 حصان، تسبق كامارا 1000 حصان عادي بالنسبه لها، وهي ستوك طبعا. اما وهي مزوده لا تعتبر ليفل ثاني. طبعا قاز قبل شويه ما شغلت لكم اياها لان شنو كانت بيها مشكله هنا ما ادري ما ليش. هسه خل اشغل لكم اياها دقيقه. اشتغلت. والحي سكن ما اقدر ادوس حيل. كاف طبعا هذا التعديل شفتوه مو بلاش ومو رخيص. اللي يفكر يسوي شي مشروع لازم يكون الله فاتحها عليه. دراجة جايب 8500 دولار، هو ايش قد صارف عليها؟ هذا التعديل كله طالع بال 9500 دولار. طبعا دراجة التزويد اللي حكيت لكم اياه نقطة بحر. ليش؟ لان الولد جايب عليها اغراض بعد بس ما شادها. مثل ايش؟ اغراض مثلا تانك كربون فايبر 8 لتر الخزان مالته، فمن يصير 8 لتر يقل وزنه، والباقي الجسم مال التانكي يصير كله كربون فايبر حتى يتخفف. وبعد ايش جايب لها غلقات، يشيل المازدا هاي لان وزنها ثقيل، يحط بمكانها قطع كربون فايبر تسد المكان مالته شلون مال المرايه بس هنا. شنو بعد جايب لها منظومه غاز ناتروس، انه هنا تنشد اتوقع ناتروس يطب للماكينه. بعد شنو عنده هم غاز نايتروس يسوي كويك شيفتر. بس شلون افهمكم اياه؟ ما اعرف شلون تنشد المنظومه ويا الجير والتعقيد مالتها، بس اللي اعرفه انه اذا شد الغاز للكويك شيفتر راح تصير شلون الجير الاوتوماتيك، هو بس يدوس بنزين وهي من واحده تبدل. يركبوا لها هذا يسمونه هاوزن اللي هو تطويله مال السوينج ار. يعني شلون هو موجوده القطعه مالته بس ما شادها. اذا ركبه راح ترجع تقريبا التاير يصير هنا حسب الطول مال الهايه. زين شو تفيد هسه تقول ان نرجع التاير لورا؟ هاي تفيد بانه الدراجه ما تعلق، لان المشكله الرئيسيه مال الدراجات من الدوس هي التعليقه ترفع لي قدام. وطبعا وياه كربون فايبر. شلون هذا راح يشيلهن يحط بمكانهن اللي وياه كربون فايبر، الويل خلفي والامامي. تدرون ايش قد مكلفات؟ هو جايبهم مستعمل سعرهن 4500 دولار بس اللي وياه الامامي والخلفي، بس همي انا ما شادهم. يعني اذا ركب التعديلات هذنيك الموجوده عند القطع راح تتحول دراجه عباره عن بس مال دوسات بالحلبه، ما تمشي على الشارع نهائيا. وبس هاي دراجه شرحت لكم كل شيء عليها. واذا تردون هاي بوزه تيربو ان شاء الله نضبط لنا ويا واحد عنده تيربو، هاي بوزه تيربو نجيب لكم اياها، سهله مو صعبه ان
شاء الله الحلقات الجايه. هسه هاي اول حلقه تجربه. قولوا لي شنو الشغلات اللي تحتاج اعدلها كتصوير وكمونتاج كهاي السوالف. كتبوا لي ملاحظاتكم بالتعليقات، واشوفكم الحلقه الجايه. في امان الله.